أحد الأصدقاء راجع من استراحات في جنوب الرياض، منطقة ديراب فيها استراحات تؤجر، فأخذ بنته، كان ذهب بها معه يعني ولعبت مع الأطفال وكذا، طلع عائلية، بعدين رجعها معه وهي تبكي، تبغى تجلس وهو رجعها معه بالغصب، يعني ما في جلوس خلاص، والبنت عمرها يمكن 11 سنة تقريبا. فلما وقفوا وهي تبكي في السيارة ورا، ليش ما خليتني ألعب ليش؟ فلما وقفوا عند نقطة التفتيش، أصلا إذا طلعت من ديراب قبل تدخل حي الشفا في نقطة تفتيش، وقف عند نقطة التفتيش، فافتحت البنت الشباك وهي تبكي وقالت ترى سارقني خاطفني. فقام العسكري ومسكه ووقف السيارة. الرجال التفت قال يا فلانة شو اللي سارق؟ قالت له هذا حرامي سارقني، أمي هناك في الاستراحة، هذا سارقني. هذا فعلا. قام العسكري وافتحوا السيارة بالقوة وكلبشوه كلبشه بالخلف، وخذوا من أغراضه اللي معه وفتشوا السيارة لا يكون بعد متعاطي ولا معه سلاح، ودخلوه ونزلوا البنت بكل رفق وعطوها ماء وعصير. وين أهلك؟ وقالت له هذا سارقني، أنا أهلي في استراحة تحت سارقني، رجعوني للاستراحة. هو يقول يا جماعة قسما بالله بنتي يا شباب تلعب عليكم، اتصلوا على أمها، عاطني الجوال يا أخي أكلم أمها. قالوا لا أنت اعترف، أنت وين سرقتها من وين؟ اركب معنا ودها الاستراحة. قال يا جماعة أي استراحة؟ يا جماعة هذه بنتي يا فلانة، يا بنت لا تلعبين وهي تبكي إلا أنت سارقني إلا أنت حرامي. فالعسكري شك شوي، قال يعني واضح من وجه الرجل ما هو بسارق يعني، وهو يلتفت له ويقول يا فلانة يا أخي اتصل على أمها يا أخي الآن، خلها أكلمها يا أخي يا شباب اعقلوا يا شباب. يقولوا هم شادين عليه. فأخذها العسكري وطلعه برا، وبعدين رجع وجلس البنت وقام يخلص أوراق. بعدين قالت له هي وين وديتوه؟ ما قالت وين وديتوه أبوي. بعد شوف أحيانا إذا حضر المكر يبكر شوي، كي إذا كنا عظيم أحيانا يبدأ في سن مبكرة. قالت وين وديتوه؟ قال خلاص أرسلناه، الحين بيذبحونه لأنه سرقك، بيذبحونه ويقطعونه ويرمونه في البر. قالت لا 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 أبوي لا 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 تذبحونه أبوي. وبدأت تبكي. فهذه الحيلة نفعت وجاب الرجال، وطبعا تفاهم معها في البيت لما وصل هو. لكن المقصود أن القاضي يعني الآن هذا العسكري اشتغل قاضي، هذان خصمان بين يديه، يحتاج أحيانا إلى أن يحتال حتى يحل الإشكال الذي بينهما.